مين الاول بيجي له شد عضل كتير وهو لسه نايم او لسه بيقوم ولسه ما بداش يوم؟ اقصد ما عملش مجهود يكون يتسبب في الشد، يعني هو مرتاح. انا كده، انا مش كده خالص. اي عضله في الدنيا مهما كان نوعها لازم تنقبض وتنبسط، مفيش حاجه اسمها تظل منقبض. القلب شخصيا اللي ما بيقفش انقباض انبساط انقباض انبساط، مفيش حاجه اسمها عضله تنقبض على طول. والعضله لو دخلت في موجة سبازم او موجة انقباض مستمر دي مصيبه، ده شد عضل ومؤلم جدا. محدش يقول لي شبه اللي بيجي اللعيبه كده لا، اللعيبه دول بيعملوا مجهود كبير اكتر من معدل دخول الاكسجين في جسمهم، فمجرد انهم يوقفوا الاكسجين يدخل يرتاح. بس في ناس تانية بيجي لهم شد من غير مجهود، بيبقوا لسه يا دوب بيصحوا هم على السرير بيقولوا الدنيا فيها ايه، هوب يلاقوا مين جالهم شد ويقعدوا يقولوا حظهم وحش وصحتهم مش كويسه وانهم يا عيني مصابين ومش عارف مين بصه في حياتهم. والله العظيم انا مبتلى، ده انا تعبان قوي تعبان قوي. اي حد ده بيحصل له بشكل متكرر، السبب الحقيقي انها رمرامه. انا اسف انا مش هسمي على حد، انا بجرد الحقائق. السبب الحقيقي او يعني اشيع سبب يجي لشابه لسه في عز شبابها، يعني ما عندهاش بعد الشر عليكم، يعني ربنا يحميكم، ما عندكوش امراض مزمنه، يعني بيبقى نقص مينرالز معادن معينه زي المغنيسيوم وزي البوتاسيوم وزي الصوديوم. ومش النقص كده، ده نقص على مدى طويل لمده شهور ونقص شديد، ورغم ان الكميات اللي انتوا ممكن تحتاجوا منها يوميا مش كتير، فاللي يخلي واحده ممكن تاخد كميات بسيطه في اليوم تكفيها يحصل لها ده، معناها انها ما شافتش وش الحاجات دي لمده شهور طويله. معنى كده انها مقضيه نظام اكلها كله عره وزباله واكل زباله من الشارع، او اكل حد في البيت بس اكل مش صحي والمده طويله. فنرجع تاني ونقول انها رمرامه. هي لو بتاكل اكل ربنا ما كانش حصل كده. لا، لو ما بتاكلش كتير النسبه اللي هتاكلها هتبقى كفايه، صدقيني انا عارف انا بقول ايه. فهي ممكن تكون ما بتاكلش كتير بس يظل الشويه اللي بتاكلهم قرف برضه. بتاكل حاجه من بره، بتشتري اي حاجه مقرفه. حد يقول لي ده لا، ده مش شيبسي ولا اندومي، ده باتيه. انتوا بتتنوعوا في القرف، مفيش اي حاجه من دي صحيه، هي بيور ضرر قرف. انا اسف يعني، والله انا خايف عليكم. شوفوا مفاصلكم وشوفوا اعصابكم وشوفوا عظمكم.